تعالى مع انجو فيجن نتعلم ازاي نستخدم جهاز كشف الاعطال وايه اللي ممكن يقدمه لنا الجهاز. بداية لازم نكون فاتحين كونتاك، بعد كده ندور على منفذ الاو بي دي 2 بورت ونوصل فيه شيء جهاز كشف الاعطال. النهارده معانا جهاز اوتل، نخش على السيرفيس فانكشن. دي الخدمات اللي ممكن يقدمها لنا الجهاز، من ريست لمبة الصيانة لتكويد بوابة لتكويد رشاش، عمل ادابتيشن لطقم الكلاتشات بتاعتي، لاطفاء لمبة الايرباك، لاطفاء لمبة الكاوتش. كتير من الخدمات والسيرفيس فانكشن اللي ممكن يقدمها الجهاز. بعد كده نرجع نخش على الانترفيس الأساسية، نختار دياجنوستيك، نختار ماركة العربية اللي احنا هندخل عليها تويوتا. بعد كده نبدأ نختار اوتوماتيك سيلكشن عشان الجهاز يتعرف اوتوماتيك. ندوس على ريد كده الجهاز هيقرا رقم الشاسيه 17 فين نمبر. نخش على موديل العربية، كده الجهاز تعرف على عربيتي، الماركة، الموديل، سنة الصنع، كود الموتور 1 يو زد اف اي. بعد كده نبدأ نخش نختار دايجنوزس. وانس ان احنا اخترنا دايجنوزس، الجهاز هيبدأ يتعرف على الكنترولات الموجودة في العربية والفولتات او الفولت كودز اللي متخزنة على الكنترولات بتاعتي. كده خلاص الجهاز اتعرف على كل الكنترولات ومفيش اي فولتات متخزنة. ممكن نعمل اكتف تيست لأي حاجة احنا عايزينها في اي كنترول، سواء نتحكم في مباين او رشاشات نشغلها. نخش مثلا على كنترول درايفر دور او باب السواق، نقدر ان احنا نتحكم في الباور ويندو نشغلها اب اور داون. وانس ان احنا دخلنا على الباور ويندو نقدر نتحكم فيها اب اور داون ونقرا لايف داتا. حلت الباور ويندو دلوقتي عندي.